السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله فيتا نهار اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه اللي هي محبوبه الجزائريين ومعشوقه الجزائريين في شهر رمضان الفضيل ان شاء الله. بما اننا على ابواب شهر رمضان الفضيل وكاين بزاف اخوات يعانوا من مشاكل قلب اللوز ويلقوا فيها بزاف مشاكل، يقول لك تتشقق لنا، يقول لك ما تشرب لنا، شي نوعيه تاع السميد اللي نشروها. ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو غادي تلقوا كامل الاجابات، وغادي ان شاء الله باذن الله نعطيكم وصفه جد اقتصاديه اللي يخدموا بها المحلات وبدون كثره تعقيدات. وصفه بنينه اقتصاديه وتجيكم اكثر من رائعه كما تاع المحلات. قدرنا نشوفوا الفيديو من الاول للاخير، ما عليكم غير تتبعوا كامل التفاصيل باش تنجحوا فيها باذن الله وتولوا محترفين. وان شاء الله باذن الله شهر رمضان باذن الله تفوتوا برعايه امال العباسيه. نوض بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اول مرحله اللي غادي نروحوا فيها اللي هي البلا. كاين بزاف الاخوات يقولك عندي بلا كبير شندير فيه، عندي بلا صغير شندير فيه، شهي الكميه اللي نحتاجها. اليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم. كما كتلاحظوا النوعيه تاع السميد تكون خشنه، هذاك السميد اللي ينباع بالميزان. انا ما نفضلش انا نخدم تاع العلب، باسكو تاع العلب يجي شويه رقيق وما يتشربناش وما يجيناش كيما قلب اللوز كيما تاع برا. كما كتلاحظوا جبت كميه من السميد فرشته في البلا. كما كتلاحظوا سويت السطح تاعه جيدا في البلا هكا باش نعرفوا الكميه اللي نحتاجوها. كما كتلاحظوا درت صبعي ولازم علينا الكميه تاع السميد تكون نصف تاع الاصبع بهذه الطريقه. هنايا اي سماله غادي اي بلا اللي عندكم تقدروا تخدموا به. هنايا بعد ما فرش هذيك الكميه، هذه الكميه تاعنا غادي نقسموها على 3 كما كتلاحظوا، ومن بعد نكيلوها 3 كيلات. هذه تولي لكم اول مرحله. انا درت في بلا فيه 25 على 30 سنتيمتر، غادي نحتاج فيه 3 كيسان اللي يكونوا مقبين تاع سميد يكون احرش. هنا السميد اللي خدمت به قلت لكم السميد تاع الميزان ويكون خشن. هنا الكاس اللي خدمت به هو الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. هنا الكميه الكيفيه هذه غادي نخدمها كامل بهذا الكاس. غادي نكمل نوزن المقادير كامل بهذا الكاس. نتوما درتو بلا كبير والكيات تاعكم جاتكم حوالي غرفيه، كملوا كامل المقادير بديك غرفيه. ولا درتو بلا صغير على هذا الكميه جاتكم حوالي بول صغير تنك بيه كملوا كاع المقادير. كما كتلاحظوا راني كيل قدامكم 3 كيلات تاع السميد اللي يكونوا مقبين. هذه هي الكميه اللي احتاجيتها. قلت لكم 3 كيسان يكونوا مقبين. دابا كنخلوا السميد تاعنا على جهه ونوخروا البلا تاع على جهه ونروحوا نخدموا الكيفيه تاعنا. غادي بنفس الكيله اللي كيلنا بها اللي هي الكاس غادي نكيلو بها جميع المقادير. شنو نحتاجو في هذه الكيله؟ غادي نحتاجو ملعقه تاع فانيليا باش تنكهلنا الكيفيه، ونحتاجو 2 كيسان تاع سكر حبيبات. هنا بالنسبه للاخوات غادي بزاف يلقاو في الكومونتير غادي يقولوا نقصوا شويه حلاوه وغادي تجينا حلاوه بزاف. نقول لكم الاخوات نقول لكم هي سر قلب اللوز تجي حلوه وتجي معسله. واش نحتاجو؟ نحتاجو نصف كاس تاع ماء ونص كاس تاع ماء زهر. هنا اللي نجاح الكيفيه ونجاح الطريقه من الاحسن انكم تخلطوا هذاك السكر مع الماء الزهر والماء، تخلطوه جيدا بالملعقه ولا بالفوي، ولا من الاحسن انكم تميكسوه هكا باش تضمنوا بلي انكم داك السكر تاعكم داب لكم 100%. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميكسور تقدروا تستغنوا عليه تماما وتخلطوا فقط بالضراب اليدوي حتى تحسوا ان هذاك السكر داب لكم جيدا. هذا تنك سر من اسرار نجاح قلب اللوز، والقلب اللوز تاعكم يجيكم معسل. هنا كما تلاحظوا انا ضربته جيدا حتى الخليط تاعي نوعا ما ولنا ابيض. هنا بعد ما ميكسيتها جيدا وتاكد ان داك السكر ذاب لنا تماما. بالنسبه للاخوات لما كنتش مقلقه وما كنتش عجلانه خلطي هذوك المقادير وخليهم يطلقوا شويه عاد كنا كملي المقادير الثانيه. ومن بعد نضيفوا لها هذه الكميه تاع السميد اللي كنا عبرناها ل 3 كيلات ونبداو نخلطوا. هنايا ما تحتاجي انك لا ديري يدك لا والو، غير بالملعقه وتحصلي على كيفيه رائعه. بالنسبه لاصحاب المحلات هما تقريبا يخدموا هذه الطريقه وكذلك يضربوها بالبيتخا، يضربوها بهذاك الكي اللي يعجنوا به حتى يحسوا ان داك السكر داب لهم جيدا.
نخلطوا بهذه الطريقه ونحاولوا اننا ندخلوا كامل الكميه تاع السميد تاعنا ونخلوها على يجي. هنا بالنسبه للاخوات ننصحكم انكم تخلوها مده ربع ساعه حتى نص ساعه، خلوها باش هذاك السكر يتعسل لكم جيدا. في ذاك الوقت نتوما بروفيتو روحوا خدموا الشربات تاعكم. انا غادي نخليها على جاجيه. هذه هي الكيفيه. كما تلاحظوا انكم تقريبا تشوفوها صايبه تتعسل، خلوها على جي وروحوا نخدموا مع بعض الشربات. هنا الشربات شنو نحتاجو الشربات، نحتاجو 2 كيسان تاع سكر حبيبات، الكاس الاول ونضيفو الكاس الثاني ونحتاجو معاه 5 كيسان تاع ماء. هنا الشربات تاعنا انا نحاولوا نديروها شويه خفيفه ونديروا شويه تاع ليم هنا غير باش يعطينا الذوق. نخلطوا جيدا الشربات تاعنا ونحطوها فوق النار حتى يذوب لنا، يبدا يغلي لنا الخليط. كي يبدا يغلي لنا الخليط 10 دقائق نطفوا عليه ونخلوا الشربات على جهه. هنا بعد ما طيبنا الشربات وبردت لنا مليح نروحوا نخدموا القلب اللوز تاعنا اللي كانت فاتت عليه حوالي، انا كنت شويه مقلقه على جال التصوير، خليته غير ربع ساعه وبديت نخدم به. شوفوا كيما تلاحظوا انه بدا يتعسل لنا وهذاك العسل داب لنا تماما وهذاك السميد تخلطنا جيدا وبدا يطلق لنا في داك العسل تاعه. نخلوه على جي ونجيبو دروك البلاط تاعنا. هنا دوك نجيبو البلاط تاعنا ما ندهنوه ما والو، ديريكت نكبو فيه ديك الكميه تاع السميد اللي كنا خلطناها. وفي نفس الوقت هنايا نعطيكم ملاحظه بخصوص الطياب تاعنا. هنا راني نسوي في السطح تاع قدام نروح للطياب، راني دايره الفرن تاعي سخون تاع اعلى درجه، وعاد كنا نكملوا نقول لكم طريقه تاع الطياب. هنا نجيبو ديك الكميه تاع قلب اللوز. هنا تانيك هذه ملاحظه مهمه بالنسبه للاخوات، قلب اللوز تاعهم اللي يجيهم ناشف وما يتشرب لهمش كاين يديروا خطا اللي هو انهم يخبزوا جيدا هذاك القلب اللوز وهنا كي يشربوه يطرطق لنا في الفرن. من الاحسن كما تلاحظوا فقط بالاطراف الاصابع تحاولوا انكم توزعوا كامل ديك الكميه تاع السميد على البلا بهذا الشكل باش يقعد لكم البلا مستوي. وكذلك من بعد باش السطح تاعكم يجيكم املس من الفوق نجيبوا ملعقه بظهر الملعقه ونبداو نسووا في السطح تاعنا من الفوق بهذه الطريقه. نسووا السطح تاعها فقط بالملعقه ظهر الملعقه. هنا البنات الاخوات كما تلاحظوا راني نسوي فيها غير من الفوق فقط باش ما نحاولوش اننا نزيروا عليها باش ما تتشققناش في الفرن. قلت لكم هنا بخصوص الطياب راني سكت فيها ونقول لكم بخصوص الطياب درتها في فرن مسخن اعلى درجه ومن بعد ندخلوا القلب اللوز تاعنا يطيب. من ندخلوا قلب اللوز تاعنا يطيب نقصوا له الغاز ونخلوه يطيب على نار قليله 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 هكا باش نحسوا اننا الحبه تاع السميد طابت لنا حتى للداخل وجاتنا طايبه. هنا بالنسبه للاخوات قدام تدخلوا طيبوها حاجبوا سكين وفقط طراسوا من الفوق كما كتلاحظوا. والتزيين يقولكم اختياري كل وحده وشوف كي طريقه تاع التزيين نديرو فقط من الفوق هكا باش نشكلوا مربعات وكل مربع نديرو فيه حبه تاع لوز ولا حبه تاع كوكاو ولا كما قادر تستغنوا عليها تماما حتى كي طيب ترشوها كميه من الكوكاو من الفوق. هنا قلت لكم بخصوص تاع الطياب نطيبوها في فرن يكون مسخن مقبل وكذلك نقصوا لها الغاز. كي نشوفوها طابت ونشوفوا الجوانب تاعنا احمرت جيدا ماشي غير حمار تحميره خفيفه نشوفوها حمارت صايك شغل بغات تكحل لنا نشعلوا عليها من الفوق تاني تاخذنا تحميره خفيفه من الفوق ومن بعد عاد كينا نخرجوها ونشربوها. انا غادي نكمل بهذه الطريقه نزينها وندخلها للطيب ومن بعد نولو تانيك اخر مرحله واخر سر في باش في التحسين. هنايا بعد ما طابت لنا القلب اللوز جيدا وحمرت لنا جيدا جبت الكاسرونه تاعي اللي كنت دايره فيها الشربات ضفت لها حوالي نصف كاس تاع ماء الزهر هو اللي غادي يعطيها ذوق بنين بالبزاف ويجينا منعنعه بهذاك المزهر. هنايا طريقه تانيك باش الاخوات الغلطه اللي هم يديروها انهم يجيبوا ديك الكميه تاع الشربات ويشربوها كامل وكي يخلوها يلقوها من بعد طردقت لهم. هنايا لازم عليكم هذيك الشربات تضيفوا الكميه اللازمه كما تلاحظوا راني نضيف فيها بالتدريج. كي شفتها صايت تشربت كامل وشغل قعدتنا شويه من الفوق هنا حبست الكميه تاع الشربات ومن بعد دخلتها في الفرن
هنا بعد ما تشربت لي مليح رديتها في الفرن اللي كنت طيبت فيه وكنت طفيته. الاخوات لازم يكون طافي وندخلوها الداخل هكا باش تتشربنا الكميه اللازمه تاع الشربات وكذلك تطرانا تولينا طريه. هنا الكميه تاع الشربات ما لازمش تكبوها كاع، كبوا غير بشويه كيما قلت لكم. من بعد كي شفتوها تشربت جيدا وجبدتوها وقيتوها محتاجه تقدروا تزيدوها، قيتوها نيشان ما تزيدوهاش. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، من بعد نتلاقوا نخلوها تريح واحد 3 سوايع 4 سوايع، ومن بعد نولوا مع بعض نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع قلب اللوز بعد ما طابلنا وجانا صدقوني معسل وبنين. وهكا كي تخلوها تريح تقدروا تقطعوها وتقدروا ديروها مربعات. صدقوني نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، وصفه اقتصاديه ووصفه للمشاريع ووصفه للمحلات، وان شاء الله باذن الله جاوبتكم على كامل التساؤلات اللي تلقوها. دروك ما عليا نقول لكم غير توكلوا على ربي وبدوا ان شاء الله بمشروع قلب اللوز. دروك ما عليا نقول لكم الى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.